بيان إلى الرأي العام الدولي. إن المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان قد دخلت عامها الرابع والعشرين، التي أدت إلى تسليم القائد عبد الله أوجلان إلى الدولة التركية ومحاكمته محاكمة صورية انتهكت فيها حقه في الدفاع، وأصدرت حكمها بالسجن المؤبد المشدد مع عدم إمكانية الإفراج المشروط، بعبارة أخرى السجن حتى الموت الجسدي، في نظام للعزلة الكاملة التعسفي في سجن إمرالي ضمن حجرات انفرادية، وتقييد حرية القائد بالتواصل مع العالم الخارجي أو محاميه. وإن جميع مواثيق حقوق الإنسان قد اعتبرت أن العزلة المطلقة على السجين هي تعذيبا ممنهجا وجريمة ضد الإنسانية، وإن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قد تعهدت فيها جميع الدول بعدم إخضاع أحد للتعذيب أو المعاملة القاسية، وأن تتخذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية لمنع التعذيب. وإن القانون التركي رقم 5275 أتاح للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد المشدد إجراء المكالمات الهاتفية وتلقي الزيارات وممارسة الرياضة، ولم تلتزم الدولة التركية بهذا القانون. إن سجن إمرالي قد أضحى ثقبا أسودا قانونيا تصدر فيه أحكاما جديدة لا تخضع للرقابة القانونية، ولا يملك محامي المعتقلين حق الوصول إلى الملفات القانونية وفرض ما يسمى بالعقوبات الانضباطية وحظر اللقاء للمعتقلين. وقد أعلنت لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية CPT زيارتها لتركيا وسجن إمرالي في شهر أيلول الماضي. وعلى ذلك وباسم مجلس العدالة الاجتماعية في الرقة والطبقة وديوان العدالة الاجتماعية في الطبقة، نناشد لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية CPT أن تقدم تقريرها بشفافية ونزاهة عن مشاهداتها في سجن إمرالي وفضح انتهاكات الدولة التركية لحقوق الإنسان. ونناشد جميع المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي بالعمل على فك العزلة الجسدية والفكرية عن القائد عبد الله أوجلان وإطلاق سراحه. ونؤكد مضينا في مسيرة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية الخلود لشهدائنا والحرية للمعتقلين، وعاشت أخوة الشعوب.